ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. يا رب يجعلكم كده دايما في حياتي نعمة، وما تحرمش منكم من لايكاتكم واشتراكاتكم وكلامكم الحلو اللي بتكتبوه. انا هحط في الخلاط عندي 4 بيضات. الوصفة دي بقى هتنفعنا على البحر بالليل واحنا قاعدين كده مع كوباية لبن، كده الصبح يعني. افطر بيها. هنحط الصبح نفطر بيها. ماشي، انا حطيت 4 بيضات وعليهم فانيليا، وحطيت كوبايه لبن، وحطيت كوبايه ونص سكر. طبعا انا كاتبه لكم المكونات على الشاشه. ماشي، كوبايه ونص سكر. يبقى انا حطيت 4 بيضات عليهم فانيليا، بدل في بيض يبقى في فانيليا. حطينا كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر. هو دي الحاجات السوائل كلها في قلب الخلاط. بس كده. نشغل الخلاط ونشوف هنعمل ايه تاني. كيكه، كيكه. ما احنا عرفنا كيكة، ماشي، عرفنا كيكة، ما احنا نعرفها مع بعض وبطرق تانية وبطرق مختلفة ونشيل حاجة ونحط حاجة. هنحط بعد ما حطيت ده كلته بقى هحط ايه؟ معلقتين خل. الخل مفيد جدا للكيكة، بيخليها هشة وعالية وجميلة جدا. خلاص، حطيت الفانيليا. نضرب بقى كل ده ضرب جامد كده، ضرب جامد لحد ايه ما احس برغوة كده عالية. خلاص، هنجيب بقى الطبق بتاعنا، هنحط فيه منغول، ونحط فيه 3 كوبايات دقيق. 3 كوبايات دقيق ابيض متعدد الاغراض، كيك حلواني اللي انت ايه متاح قدامك وتجيبيه. خلاص، هنحط كمان عليه كيس بيكنج باودر، زي ما انت عايزه، تاكل ملوك، كيك شيف، اللي انت بتستعمليه. خلاص، هنحط ايه؟ معلقه كبيره. طبعا الباكو فاضل فيه حاجات بسيطه فحطيتهم. 1 بيكنج باودر. ونحط طبعا رشه الملح بتاعتنا اللي ما بننساهاش، بدل في دقيق يبقى فيه رشه الملح. خلاص كده. هنقلب بقى كل الجف ده مع بعضه. نقلبه ايه لما يتجانس كده الملح مع البودر مع الدقيق. هنعمل ايه تاني؟ انا عندي المخليط اهوت جاهز، السوائل كلها. خلاص، هعمل ايه كمان؟ هنخل معلقتين كبار، من معلقتين ل3 معالق حسب ما بتحبي لون الكيكة، فاتحة او جامعة. 3 معالق كاكاو خام اسباني. بنخلهم في المعجون عشان لو فيها تكتلات ولا فيها اي حاجة ما تبقاش ايه كده. خلاص، نخلتهم اهمت وجاهزين. بجهز كل حاجة قبل ما ايه ما افضي الكيكة عشان ما افرغش الهواء اللي فيها تاني. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دايما بنضف الحته اللي انا بشتغل فيها عشان بحب ايه اشتغل على نظافه كده. طبعا انا عندي الابيض وعندي الكاكاو. هنشوف هنعمل ايه هنا وهنعمل ايه هنا. شغل بقى المضرب بتاعي، ما عندكش المضرب السلك، عندك عجان ماشي، عندك هاند بلندر ماشي، اللي متاح عندك تشتغلي بيه. خلاص، انا بحط شويه شويه من السائل، ما بحطوش كلته مره واحده. بضرب واحده واحده، حط شويه شويه كده لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلصت الابيض كده، هركنه بقى على جنب واجيب ايه اللي في الكاكاو. عندي فاضل في الشفشق شويه، شفشق الخلاط شويه سوائل. هحطهم على الكاكاو واضربهم عشان يبقى عندي الكاكاو مخلوط كمان بايه بالمواد اللي انا حاطاها كلها، البيض والزيت والسكر وكل حاجه. خلاص، هضربهم بقى ضرب كويس جدا لحد ما احس ان القوام بقى شوكولاته. خلاص كده، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه وما بتاخدش وقت خالص. عايزه بقى انا اقسم الكميه بتاعه السائل بتاعي ده بتاع خليط الكيكه، بقسمه نصين، نص على الشوكولاته ونص بسيبه ابيض. هنا انا هضربه تاني مع الكاكاو عشان ايه ادخل الكاكاو في الابيض. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انت رايحه ضيفه عند اي حد تشوفيه، ممكن تعملي الكيكايه دي وتاخديها معاكي. طبعا مش هتكلفك زي ما تجيبي حاجه طبق حلواني مشكل او تورتايه او كيكايه او اي حاجه هتجيبيها معاكي من بره. دي تكلفتها بسيطه ومش هتكلفك كتير، وهتبقى احسن وتبقى يعني ايه. الحاجه لما بتكوني انت اللي عاملاها بتبقى بمحبه اكتر ما تجيبيها جاهزه من بره. انا بحب لما اكون رايحه عند حد باخد له حاجه من اللي انا عاملاها. دي بتبقى معزة تانية خالص غير ما انت بتشتريها من محل. ماشي،
انا برضو رجعت ضربت الابيض، فرغته في حاجه صغيره وضربته تاني الابيض، عشان انا عايزه كميه هوا فيه تكون كويسه، عشان تديني هشاشه وتديني ايه ارتفاع في الكيكه. عندي الصينيه بتاعتي الوسط، لا الكبيره ولا الصغيره، الوسط. طبعا دهنتها زيت بمنديل كده، وايه بدرتها بالدقيق عشان ايه ما تلزقش معايا. عندك ورق زبده ممكن تحطي ورق زبده. خلاص. هنزل بقى بالمكونات بتاعي الابيض والبني واحده واحده. بدأت بالأبيض، ربنا يجعلها بيضة علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب، واجعل أيامنا خير وبركة. باخد من دي شوية، يعني بمقدار فنجال كده، بحط شوية من دي وشوية من دي، شوية من دي شوية من دي، لحد ما أخلص الكمية كلها على نفس الوضع اللي انت شايفاه ده. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة صعبة، و... وتخرجي عن نطاق الكيكة اللي اتعودنا عليها، اللي هي لون واحد، لا أبيض لا بني. لا، احنا عملنا للي عايز بني وعملنا للي عايز أبيض، يبقى ده خليط ما بين الأبيض والبني، شكل تاني وتجديد. والعين بتحب تشوف دايما الحاجة الكويسة والحاجة الحلوة، فاحنا دايما نخلي عيالنا كده ايه متجددين في الحاجات اللي بياكلوها، ما بيبقوش متعودين على حاجة معينة يزهقوا منها. انت عايزه تسيبيها بالشكل اللي قدامك ده هتسيبيها، عايزه تعملي حاجه تانية هنشوف هنعمل فيها ايه تاني، ونخليها كشكل حلو، شكل ديكوري. طبعا العين بتاكل قبل البق، الحاجه لما بتشوفيها حلوه بتشجعك ان انت تاكلي منها. طبعا مش عايزين ننسى بقى حبايبنا بتوع الثانويه العامه، يعني خلاص، واللي داخلين بقى اعداديه واللي داخلين ثانوي، ربنا يعينهم ويقويهم ويجعلها سنه سعيده عليهم يا رب. و... ومعلش احنا غلاء اسعار، مش عايزين نتكلم بقى في كل فيديو على غلاء الاسعار وكده. بصوا انا جبت شيش طاووق وايه وخدتها كده من جوه لبره. بصوا بقى المنظر عامل زي عش العنكبوت، او الوردة المفتحة. خلاص. بصوا ادي شكلها بعد السوا، ما بتروحش الشكل بتاعها كتير. هقطعها بقى تقطيعة حلوة كده من النص. عايزة تقطعها غير كده ماشي، لكن احنا عشان الشكل بتاعنا فاحنا بنقطعها حسب الشكل اللي احنا عملناه. ممكن تعملي دوريات بالشيش طاووق تدخليها في بعضها كده، بس انا حبيت اعملها كده عشان ايه يبان الشكل بتاعها اكتر. طلع بقى خرطة كده وايه واوريها لكم، واوريكم الطراوه بتاعتها، واوريكم الارتفاع بتاعها قد ايه. والله ما خدت مني وقت، خدت شي حاجات حاجه بسيطه وحاجات من البيت، يعني البيض موجود، الدقيق موجود، كل والزيت موجود، ما تكلفناش حاجه، هو 4 بيضات. ودي اسهل طريقه للكيكه. بصوا تدخل الالوان في بعضها، الابيض مع البني، جميله جدا وحلوه وشهيه وطعمها حلو ومش مكلفه. يلا عندك شويه دقيق و4 بيضات، قومي اعمليها. اللبن موجود في البيت، الزيت موجود في البيت، ولا حطيت لها اي حاجه غير البيكنج باودر ومعلقتين الخل. ده اللي عمل الارتفاع معايا كده. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت القانون حلو. بحبكم في الله، اعملوها لحبايبكم وهتبقى هدية حلوة. وما تنسوش اللايك والاشتراك، بحبكم في الله. يلا.